في مشكلة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله اليوم حتكون مسابقة بين طلاب الصف الخامس قسم الصحابية أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وقسم الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حنتناول في المسابقة مادة التلاوة والتجويد من الفصل الأول والفصل الثاني، واللي حيفوز إن شاء الله حيكون له هدية قيمة. جاهزين؟ نعم. جاهزين؟ جاهزين. نبدأ؟ طيب السؤال الأول للمجموعة فريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لمحمد ولخضر. اكتبوا للسؤال وما تتسرعوش. السؤال الأول: كم حكما للنون الساكنة والتنوين؟ 4. إجابة صحيحة. السؤال الأول هاي نقطة للفريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. السؤال الثاني لفريق أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: كم عدد حروف الإدغام؟ حرفين. بيني لي حروف الإدغام كله قديش وبس، كم عددهم؟ 6. مجموعات في كلمة ايش؟ يرملون. هاي نقطة لفريق أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. هيهم. طيب نرجع السؤال لفريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما حكم البسملة في بداية السورة؟ واجبة. ممتازين. السؤال لفريق أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: ما حكم البسملة في وسط السورة؟ مستحبة. ممتازين. طيب السؤال اللي بعده: ما المقصود بكل من؟ ركزوا معايا وبدي إجابة كاملة. ما المقصود بالغنة؟ هو صوت جميل يخرج من الخشب. ممتاز. صوت جميل يخرج من الخشب. ما المقصود بالقرآن الكريم يا فريق أسماء بنت أبي بكر؟ بدنا إجابة كاملة. هو كلام الله عز وجل المنزل على سيدنا محمد بواسطة وحي جبريل، المنقول إلينا بالتواتر ومنطوق بصوت الفتح ومنطوق بصوت الناس. ممتاز. السؤال اللي بعده فريق عمر بن الخطاب: اذكر دليلا على وجوب قراءة القرآن بالتجويد من القرآن الكريم أو من الحديث الشريف. لا، الإجابة خطأ. نعيد السؤال تاني وحنحوله للجمهور. نعيد: اذكر دليلا على وجوب قراءة القرآن الكريم بالتجويد. وارفع ايد اللي بيعرف. ورتل القرآن ترتيلا. ممتاز يا يزن، حيوك. اتفضل خد جائزتك يا يزن. بتعوضوها في النقاط الباقية إن شاء الله. لأسماء بنت أبي بكر: اذكري آداب تلاوة القرآن الكريم. استقبال القبلة والوضوء وتحسين الصوت. ممتازين.
الخطاب رضي الله عنه، وركزوا قبل ما تجاوبوا أي جواب. ما هي الكلمة التي تجمع حروف الإدغام؟ يرملون. ممتاز. السؤال لفريق أسماء بنت أبي بكر: ما هو بيت الشعر الذي أوائل حروفه تمثل حروف الإخفاء الحقيقي؟ صدق سنة كان جاء شخصا قد سمى دون طيبا زد في تقى ضع ظالما. ممتاز. ممتاز جدا. السؤال اللي بعده صح أو خطأ وتراقوا قبل أي إجابة. لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ضع صح أو خطأ. التنوين هو نون زائدة ليس من أصل الكلمة. صح. صح. ممتاز. السؤال لفريق أسماء بنت أبي بكر: النون الساكنة هي نون تلحق الأسماء والأفعال والحروف. صح. صح. ممتاز. الحين بدنا تركيز أكبر وبدينا في أحكام التجويد للكلمات. ما الحكم التجويدي في الكلمات الآتية؟ أنبياء، أخلاق. ممتاز. جاء بعد النون الساكنة حرف ايش؟ حرف الباء. قوله تعالى: أن جاءهم. إظهار حرفي. خطأ. غضبنا. إخفاء حقيقي. غضبنا. كل الإجابات لاغية ومش هيتحول السؤال للجمهور لأنكم جاوبتوا بدون دور أي حد. ليه السؤال؟ أن جاءهم حرف الجيم. قبل شوي حكيتوه في بيت الشعر: صب ذا سنة كم جاد حرف الجيم. أن جاء وحرف الجيم من حروف الإخفاء الحقيقي وليس الإظهار الحلقي. السؤال اللي بعده، افتحوا لي المصحف صفحة 518. 518. فريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه اقرأ الآية رقم 4. ايش الاستعاذة؟ بعدين نسمع الكلمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ممتاز. فيش خطأ. فيش خطأ في الحركات، فيش خطأ في الأحكام. السؤال اللي بعده لفريق أسماء بنت أبي بكر: اتلوا الآية رقم 7 من سورة قاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. في عندك أكثر من غلط. مين يقرأها الآية؟ مددناها. مين يطلع يقرأها؟ مين نحول السؤال للفريق الثاني؟ اقرأها. آية رقم 7. والأرض مددناها. والأرض مددناها. كمل. وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. للفريقين غلطوا في الأرض. أنت قلت والأرض وهم قالوا والأرض. هاي واحدة. اللي بعديها الغلطة الثانية قلتوا مددناها وهي مددناها. هاي غلطتين، فراحت عليكم العلم. من الآية نفسها استخرج يا فريق عمر بن الخطاب، استخرج من الآية إخفاء حقيقي.
تنازلي ولا كيف؟ علمنا. قد علمنا. صح ولا غلط؟ ايش رايكم؟ للجمهور صح ولا غلط علمنا؟ صح ولا غلط؟ غلط. ليش؟ لا فيها نون ساكنة ولا فيها تنوين. هاي غلط. عندكم في الآية ايش الإخفاء الحقيقي؟ قد علمنا ما تنقص. النون الساكنة جاء بعدها حرف ايش؟ القاف. القاف من حروف ايش؟ الإخفاء الحقيقي. ما تنقص الأرض. طيب صار عندكم فرصة يا فريق أسماء بنت أبي بكر، استخرج من الآية إقلاب اللي قرأتوها. وأنبتنا. ممتازين. صح. السؤال اللي بعده هو آخر سؤال هيكون. آخر سؤال، ركزوا معايا منيح لحتى الآن تعادل. ركزوا حين السؤال الفاصل. آخر سؤال، استخرج من الآية اللي قرأتها نفسها إظهار حلقي. إذا في بدك تحكي، إذا فيش بدك تحكي. منهم. ممتاز. بعد النون الساكنة جاء حرف ايش؟ بعدها حرف الهاء، والهاء من حروف الإظهار الحلقي. آخر سؤال إلكم الإخفاء الحقيقي. استخرج من الآية إخفاء حقيقي. نبدأ عاد. نبدأ 10 معايا. زوج بهيج. ايش هذا غلط. زوج بهيج خطأ. ايش في عندنا فيها حكم؟ إذا عرفتوا حتاخذوا العلامة، ما عرفتوش سؤال بعده غيره. أنا أعتقد بدي أخذ هذا السؤال. إخفاء حقيقي من الآية. أقرأ لكم الآية للجمهور. السؤال تحول. السؤال: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. فيها. اللي بيعرف يرفع ايده. مين؟ وأنبتنا إقلاب. أنا قرأتها. أجاوبها أنا؟ فيش إلا حكم واحد. احكي يا نسمة. من كل. ممتاز يا نسمة. حيوها. هيا نسمة. من كل. فيش الآية اللي فيها إخفاء من كل. الآية من كل. حنعد 7 نقاط ونشوف مين الفائز. لا. ممتاز. حيوها يا أنت. خلينا نعد 7 نقاط. يلا 1 2 3 نبدأ. 1 2 3 4 5 6 7 8. المجموعة كم؟ 8 نقاط من أصل 10. نشوف فريق أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. يلا نعد. 1 2 3 4 5 6 7. الفريق الفائز معنا إذا هو فريق الخطاب. تحية كبيرة لفريق عمر بن الخطاب. ممتازين يا أنطي. وتفضلوا لتستلموا جوائزكم. تفضلي يا أنطي. من هلالة بدنا أعلى من هيك. ممتازين يا أنطي. وأنتم ما تزعلوش، إن شاء الله في مرات ثانية بكون لكم نصيب أكثر. الفرق مش كبير، 8 و7 ولا إشي. يعطيكم العافية. ونشكر المصورين اللي كانوا معنا، الأستاذة دعاء والأستاذة نجلاء كحيل. وبنشكر
المرشدة منار على جهودها وعلى تواصلها معنا طول فترة المسابقة، وشكرا لكم وشكرا للجميع اللي شاركنا. يعطيكم